احلى متابعين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو حفل الزفاف المطرب إيساف، وكمان هو بيكشف عن فارق العمر بينه وبين عروسته وهو يكبرها ب16 عاما. تعالوا بينا نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكملوا الفيديو للنهاية فضلا منكم وليس أمرا عشان تعرفوا التفاصيل. زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، أجرى الفنان إيساف مداخلة هاتفية مع إذاعة أون سبورت اف ام، وتحدث عن تفاصيل تتعلق بحياته الشخصية. وقال إيساف عن عروسته أنها نجحت في تشجيعه على اتخاذ خطوة الزواج، متابعا أكثر ما عجبني فيها أنها على حقيقتها وعلى طبيعتها 100%، محافظة على الأصول والقيم والمبادئ والاحترام. أنا رحت وجيت ولفيت كتير وعمري ما فكرت في الارتباط. كشف إيساف عن فارق العمر بينه وبين عروسته، لافتا أنه يبلغ 45 عاما ولم تكن له تجارب ارتباط سابقة، ولم تخطر فكرة الزواج على باله من قبل بينما تبلغ العروس 29 عاما. وغنى لها مقطع من أغنية أنا لك على طول التي قدمها المطرب الراحل عبد الحليم حافظ في فيلمه الشهير أيام وليالي. قدم جزء من أغنية أعدها خصيصا لحفل الزفاف وعنوانها انتي غير الناس، ويقول مطلعها انتي غير الناس مهما قلت مفيش كلام يوصف الإحساس. احتفل الفنان إيساف مساء اليوم الخميس 26 يناير بعقد قران وحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني. ونشرت المذيعة إيمان مختار فيديو على فيسبوك من الحفل، ويظهر في الفيديو المأذون وهو يسأل إيساف عن السبب الذي يجعله يتزوج، وقال له بتتجوز ليه؟ وأجاب الفنان عشان لقيت نص التاني، حبيتها وحبيت أهلها وحسيت إنهم أهلي. لما آدم خلق وشعر بالوحشة ربنا خلق له حواء ليسكن إليها، ليرد عليه المأذون إجابة نموذجية. وعلقت إيمان كتب كتاب وحفل الزفاف النجم إيساف عشرة العمر والأخ والصديق المحترم، ربنا يبارك فيهم ويسعدهم يا رب. كان من بين حضور الحفل الفنانة إلهام عبد البديع وزوجها الملحن وليد سامي والفنان أحمد تهامي. إيساف عرفه الجمهور قبل سنوات من خلال مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ستار ميكر تقديم أمير كرارة، وشارك في لجنة تحكيمية الملحن حسن أبو السعود والملحن حلمي بكر. ربنا يتملك على خير يا إيساف. طبعا ربنا يسعده. هو عنده 45 سنة وعروسته عندها 29 سنة، حوالي 16 عام فرق السن. وقال أنا كنت ما بفكرش في الارتباط ولا الزواج، لكن هي غيرت الفكرة دي عني وحبيتها وحبيت أهلها وعايزة أكمل نص التاني. الله يهنيهم يا رب ويسعدهم ويكمل لهم فرحتهم على خير. وده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه. أشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ويلا مع السلامة.